السلام عليكم، إزيكم يا جماعة؟ يمكن ناس تعرفني ويمكن ناس ما تعرفنيش. أنا بس طالعة أقول كلمة صغيرة. يا رب تكون خفيفة عليكم. في الفترة اللي فاتت في trend طلع بتاع أستاذة أمينة شلباية. كانت بتعلمنا الإتيكيت في أكل الحاجات يعني. فواكه، القعدة على السفرة، طريقة مسك الشوكة والسكينة، كل الحاجات دي. الحاجات دي لو مش مفيدة بالنسبة لنا أو إحنا شايفينها حاجات هايفة يعني أنا هاقعد آكل بطيخ كده ومش عارفة إيه، يا عم كبّر. الحاجات دي أولادنا بيشوفوها، اللي أنا مش مركّزة فيه بنتي مركّزة فيه، ابني واخد باله منّه، ولمّا يروح في مكان هيتعلّمه وهيعمله، وهيدُل على البيت اللي هو طالع منّه، أيًا كانت بقى الحاجة دي كويسة أو وحشة. يعني لو سمع ترند الأغنية، لو سمع ترند لألفاظ، الحاجات اللي إحنا بنشوفها دي الله المستعان عليها. طبعًا إحنا متابعين كل حاجة على اليوتيوب وعلى التيك توك وكل مواقع التواصل الاجتماعي اللي موجودة دلوقتي. يعني ربنا يرحمنا برحمته ويرحم أولادنا. إحنا لمّا اتربينا، الجيل اللي فات كله، اتربينا على إيه؟ اتربينا على سر الأرض يوم الجمعة، اتربينا على الأبلة فضيلة في الراديو، اتربينا على الشيخ عبد الله شحاتة، الشيخ محمد متولي الشعراوي. اتربينا على حاجات ذات قيمة، اتربينا على حاجات كويسة، حاجات لمّا بنفتكرها بنلاقيها كويسة. دلوقتي أولادنا بيتربوا على إيه؟ أديكم شايفين الحرب اللي إحنا عايشينها، حرب على الدين وعلى الأخلاق وعلى القيم وعلى كل حاجة. فلو سمحتوا لمّا نلاقي حاجة صغيرة بلاش نطلع نتريق عليها، حاجة صغيرة كويسة يعني، بلاش نطلع نتفه منها ونتريق عليها. الست طلعت تقول يا جماعة أنا اتربيت كده في بيت أهلي، وطالعة باقول لكم الحاجة دي والله أخدتوها، ما أخدتوهاش ما أخدتوهاش. أولادنا لمّا هيشوفوا الحاجة دي والله العظيم بيقلدوا كل حاجة حلوة ووحشة، مش بيفرّقوا بقى. أنت اللي هتفرّق لهم وأنتِ اللي هتقولي لهم إذا كان ده كويس أو وِحِش. بلاش بقى نعلّمهم الأغاني اللي بتطلع بتاعة المهرجانات ونعلّمهم الكلام ونركّبهم الترند بقى وعشان يتشهروا يطلعوا يرقصوا ويعملوا الحاجات دي. أولادنا دنيتهم صعبة وإحنا محاسبين على كل حاجة هم بيعملوها. علّمناهم الصلاة هنتحاسب، علّمناهم أغاني هنتحاسب، حفّظناهم قرآن، حفّظناهم أغاني وخلّيناهم يطلعوا يرقصوا ويعملوا الترندات اللي موجودة ديّة. ربنا يرحمنا برحمته ويرحم أولادنا من الزمن اللي جاي. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ هييجي على أمتي وقت الماسك فيه على دينه أكنه كابش جمرة من النار. تخيل كده هتمسك تكبش جمرة من النار، هتستحملها؟ أهو اللي ماسك على دينه كده. أولادنا لازم يتعلموا دينهم صح، ويتعلموا مبادئ وأخلاق وقيم، حتى لو طريقة الأكل الصحيحة يتعلموها. أي حاجة تشوفوها كويسة علموها لهم، قولوا لهم يا جماعة ده صح، ده اللي انتوا لازم تعملوه، هو ده الصح وهو ده اللي انتوا لازم تعملوه. لو سمحتوا أولادنا أمانة في إيدينا، علموهم أو أي حاجة واتعلموا معاهم. والله العظيم أنا كمان بتعلم مع أولادي حاجات جديدة أنا معرفهاش، بس خدوا الحلو واركنوا الوحش على جنب. وما تقولوش بقى هو ده اللي ماشي وهي دي الموضة وهم بيعملوا زي اللي شايفينه. الحاجات دي كلها بتجيب ورا. المنتجين والناس اللي بتطلع تتكلم ويقول لك ده ذوق الجمهور. لأ حضرتك، هو ذوق الجمهور أنتم اللي عملتوه. يعني الجمهور ما كانش يعرف حاجة اسمها مهرجانات غير لمّا طلعت المهرجانات. كنا عارفين الفن الشعبي وكان ليه سمّاعته وكان ليه كلماته الكويسة، لكن دلوقتي أي هبد والسلام بتقولوا عليه مهرجانات، وتقولوا هو ده اللي ماشي في السوق وهو ده ذوق الجماهير وذوق الشعب وهُم عاوزين كده. لأ، أنتم اللي بتحددوا الذوق على فكرة، ولو طلّعتوا إيه بالذي وحبوه هتبقوا أنتم اللي طلّعتوه. مش هم ما اخترعوش حاجة. أنتم بتجيبوا الحاجة وإحنا بنسمعها. وللأسف في ناس بتروح مع الحاجات اللي مش لطيفة. فلمّا نلاقي حاجة كويسة لو سمحتوا وجّهوا أولادكم للحاجة الكويسة دي، والله هتُثابوا عليها جدًا، جدًا. وربنا يحمي أولادنا من شر كل الفتن اللي جاية في حياتنا، والله المستعان. يا رب يكون الكلمتين خفاف على قلبكم وما يكونش حد اتضايق منهم. ولو حد معترض يعني بلاش الكومنتات اللي مش لطيفة. أتمنى أشوف كومنتات كويسة يعني لو حد سمع الفيديو. بس كده. كل سنة وأنتم طيبين ودمتم بخير أنتم وأولادكم يا رب دايمًا. سلام عليكم.